يسرته لنا يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأسرارك وبأسمائك العليا وبصفاتك العليا وبصاحب كل ذي مقام عندك يا رب العالمين أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تتولى أمرنا وأن تقضي حوائجنا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين، ونعوذ بك من ذي الوجهين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر عبادك المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. وارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك لأهل هذا المكان، اللهم بارك لهم في أقواتهم وأرزاقهم وذرياتهم، وبارك اللهم لرمضان قد روب. اللهم ارفع مقامه في الدنيا وفي الآخرة، واجعله من عبادك الصالحين، واجعله خدمة للإسلام والمسلمين. ووفق اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه، واجعله خدمة للإسلام والمسلمين. ووحد اللهم كلمة الإسلام والمسلمين، وارزقنا حب الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين ولوالديهم ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. على هذه النية اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين على نية الفتح والتيسير وقضاء الحوائج، وأن تعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. الفاتحة.